الآن نرى اللوحة التي تليها وفيها قاعدتان جليلتان في علم الوقف والابتداء. القاعدة الأولى: الوقف على رؤوس الآي سنة مطلقا، وشرحت هذا في الحلقة الماضية وبينت بأن رؤوس الآي ما عرفت إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام وقف على كل رؤوس الآي التي نراها في القرآن العظيم، فالوقف عليها سنة مطلقة. القاعدة الثانية: ليس في القرآن وقف واجب شرعا، ومعنى واجب شرعا يأثم تاركه، ولا حرام، معنى حرام يأثم فاعله. ثم قلنا إلا ما أفسد المعنى، يعني وتعمده صاحبه. إذن إلا ما أفسد المعنى معناها آثم البعيد القارئ متى إن تعمده، يعني هذا أمر هام الله يسلمكم. الإنسان لما يقرأ عليه ألا يتعمد أبدا أن يأتي بمعنى فاسد. إذا انتبه أن هنا المعنى فاسد، لا يصح أن يتعمد الوقف عليه. ليش؟ لماذا يا أخي تقف على جملة ناقصة أو جملة أو على كلمة تعطي معنى غير الحقيقة؟ انتبهنا كيف؟ فهذا لا يصح. فإن فعله عامدا متعمدا لا شك أنه آثم، لا شك ولا ريب. أما إن فعله غير قاصد أو انتهى نفسه أو كما ذكرنا نسي فلا شيء عليه إن شاء الله، ولو وقف يعود إلى الوراء كلمة كلمتين ثلاث كما قال إمامنا الجزري: وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، مو يبدأ بعده. بعده ما يصح البدء، لابد أن يبدأ قبله. طبعا يبدأ أصلها يبدأ قبله. إذن هاتان القاعدتان من أهم القواعد في علم الوقف والابتداء.